الفيديو ده يا جماعة مهم جدا للناس اللي عايزة تعمل معادلة. اليومين اللي فاتوا انا دخلت تواصلت مع بعض ادارات الاكاديميات بتاعة المعادلة، ولكن للأسف حصل شيء كارثي بالنسبة لي جدا مضايقني قوي من بعض الادارات بتاعة الاكاديميات. ايه هي يا باشمهندس؟ ناس كتيرة بتعايب في بعض يا جماعة. بتكلم مع الادارة هنا تقولك خلي بالك الاكاديمية ديت وحشة وسيئة وزبالة، ويبدأ ان هو يقول اكاديميات معينة بعينها. الاكاديميه ديت ما ينفعش الطلبه تقدم فيها، الاكاديميه ديت ما بتخرجش ناس تدخل هندسه. اكاديميات تطلع تقول لك احنا باسمنا البراند بتاعنا بنخرج 70% كل سنه بتدخل هندسه، وطبعا ده مش مظبوط تماما. وبنشوف ده يا جماعه في الجروبات اللي انت حضرتك فيها. حضرتك اصلا كده كده موجود في جروبات على الفيسبوك وعلى الواتساب، بتلاقي دايما كل اكاديميه كده عايزه تسوق لنفسها بشكل كبير قوي. بس الأكاديمية والناس اللي بتطلع تقول كلام سلبي على المكان التاني ده، أنا ما بثقش في حد بيعمل كده. ليه يا باشمهندس؟ أنا واحد مادام واثق من نفسي ما يشغلنيش اللي حواليا. مادام بتكلم عن المنافس ليا بأسلوب سيء وبشكل سلبي، يبقى أنا خايف منه وقلقان منه. يبقى أنا دلوقتي ما عنديش دم، ما عنديش ضمير، ما عنديش دين، ما فيش عندي أخلاق في حتة التنافسية. انا واثق من نفسي، ببقى مركز بس مع نفسي ومركز مع السبونسر بتاعي، ومركز مع الدعاية اللي انا بعملها. انما انا من وجهة نظري قد تتفق معاها او لا تتفق، ان اي حد يجي يعرض عليك حاجة ويسوق في سمعة المنافس ليه او المنافسين ليه، انا مش هثق فيك 100%، مش هثق فيك. وللأسف ده اللي انا لاحظته مع معظم الاكاديميات اللي انا تواصلت معاها. وهقول لكم على حاجه يا جماعه كده بالبلدي كده، ويعني خدوها مني كده نصيحه من اخ كبير ليكم. اي مكان لاكاديميه معادله يقول لك احنا كل سنه بنخرج 70% طلبه بتدخل هندسه، اعرف 100% ان هو بيضحك عليك. ليه يا باشمهندس؟ ايه ده؟ انت بتكفر بالنعمه يا باشمهندس؟ 70% يعني لو قدم 100 واحد بيدخل 70 واحد، يا عم ده ما ده حاجه جامده جدا. ايوه، هو اصلا ما فيش 70 واحد بيدخلوا هندسه من المعادله. مفيش 70. يعني انا لو كاكاديميه تنينه مجنحه بستقبل طلبه الدبلوم ودخل عندي 100 واحد، انا يوم ما هطلع منهم 25 واحد بيدخلوا هندسه، ودي ممكن بالنسبه لي تكون فلته. ممكن تكون سنه من ضمن كميه السنين اللي انا بدرس فيها للمعادله. النسبة طبعا مش ثابتة، ولكن 70% يعني 70 واحد كل سنة، وبتقول لي كل سنة على التوالي. يعني ما كان زمان الناس كلها بدل الموضوع كده بسهوله، ما كان زمان الناس كلها جت عندك، وكان زمان الناس كلها دخلت عملت معادله بدل الموضوع بالسهوله دي. انما انت بتشوف ان اقصى نسبه نجاح بتكون على الأقل، او يعني مش هقول ماكسيمم، يعني بص، من 25% ل 30%. وممكن تكون فلتة. انت ممكن اصلا تيجي في سنه من السنين يقدم عندك 100 واحد، تلاقي واحد بس اللي دخل هندسه، اتنين بس اللي دخلوا هندسه. لان احنا عارفين يا جماعه ان قصه المعادله قصه مش سهله، والموضوع محتاج تدريب وترتيب من قبلها بفتره كبيره قوي. مش حاجه تزنق في شهرين ثلاثه، في الفتره اللي هي قبل شهر 9. ما تجيش بقى حضرتك تقول لي 70% بده هدخلهم لك هندسه كل سنه. انت كده عبيط، انت كده دلوقتي بتضحك على الناس اللي قدامك دي، انت كده بتستغفل الناس اللي قدامك دي، انت كده بتقول للناس اللي قدامك دي ان انا عايز اضحك عليك حرفيا. فانت حضرتك لازم تكون واعي ومستوعب الكلام اللي بتقالك، لان زي ما احنا كلنا عارفين ان المعادلة هي فعلا صعبة. المعادلة فعلا حتى لو انت رحت عند اكبر سنتر او اكبر المهندسين اللي يدرسوا لك المعادلة، الموضوع برضو بيبقى فيه صعوبة. ولما اتكلمت مع الطلبة اللي دخلت معظم السناتر، في كارثة كبيرة بتحصل يا جماعة بالنسبة للناس اللي بتعمل معادلة، ألا وهي ان نسبة الفشل في المعادلة ونسبة كبيرة أوي ما بتنجحش في المعادلة لسبب خطير قوي، ان الناس بتدخل اول 10 دقايق في الامتحان بيسلموا ورقة الامتحان ويمشوا. لان الامتحان بتاع حضرتك بيكون MCQ، يعني اختيار من متعدد. فانت بتبقى داخل لا مذاكر او مذاكر ربع مذاكره، وبتبقى داخل بتجرب حظك. وما ينفعش ان انت تجرب حظك في حاجه زي كده، لان انت بالنسبه لك بقت سنه واحده 2025 القرار الجديد. فبتدخل حضرتك مادام هو MCQ اختياري وانا مش فاهم اي حاجه، فهادي بادي كروم بزبادي وخلاص، وشالوا حطوا كله على دي، وتيجي زي ما تيجي هوب في الشلاحات تلاقي نفسك
سقطت ما نجحتش في المعادله ترجع بقى تتكلم وتبطرخ في الكلام، يعني بطرخ معرفش، انما بتطلع تهيص في الهيصه، بس الخطا اصلا ما عليك من الاول. تدخل 10 دقايق تك تك تريبك تسلم الورقه وسلام عليكم وتيجي زي ما تيجي انت وحظك. فدي نسبة خطيرة جدا بسببها ناس كتير قوي بتعمل نفس الحركة وبتسلم الورقة في اول 10 دقايق وفي الاخر ما بينجحش في المعادلة. المهم، الفايدة المهمة جدا جدا من هذا الفيديو ازاي تختار افضل مكان للمعادلة علشان تبقى واثق فيه بنسبة 100% ان الناس اللي في المعادلة ديت وفي الاكاديمية او في السنتر هتديك اقصى استفادة ممكنة من المكان ده. انا من وجهة نظري وشايف ان انت البوصلة للدايركشن ده، انت اللي هتعرف تحدد وتنشن كده على المكان ده بالظبط. ازاي؟ انت قدامك دلوقتي 10 محلات، وال10 محلات دول بيبيعوا منتج ما، تمام؟ انت ايه اللي هيخليك ان انت تروح تشتري من المحل ده وتسيب ال9 محلات التانيين؟ اكيد المحل ده مميز عن باقي المحلات واقنعني بنسبة كبيرة ان انا اعرف ان انا اروح اشتري منه وانا مقتنع، ولما اخد منه الحاجة انا لما دفعت مقابل ليها انا مبسوط جدا ان انا اتعاملت مع المكان ده. طب انت اصلا بناء على ايه اخترت المكان ده وسبت ال9 التانيين؟ حضرتك نزلت شفت بعينك المكان ده والمكان ده والمكان ده والمكان ده، وبدأت تتعامل مع السيلز اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، وبقيت تشوف المنتجات اللي عندهم عاملة ازاي، وبتشوف الاسعار المقابلة عاملة ازاي، ولو في اوفر او حاجة عاملة ازاي، وفي النهاية انت اللي بتحدد هتشتري منين. انا عايزك تاخد الموضوع كده بالظبط، ان انت حضرتك كل سنتر معادلة بيكون ليه بيج على الفيسبوك، بيكون ليه فيديوهات على اليوتيوب، وفي كمان اكاديميات بتكون متطورة شوية بيكون ليهم ابليكيشنز للمعادلة الخاصة بيهم، تمام؟ انت بكل بساطة تبدأ ان انت تدخل على الاكاديميات دي على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الجروبات بتاعتهم على الواتساب او التليجرام، وتبدأ ان انت تشوف الشرح بتاعهم عامل ازاي، لان بنسبة كبيرة اللي بتشرح في الفيديو هو نفسه اللي هيتشرح لك في المحاضرات، لان بنسبه كبيره الناس اللي انت بتتعامل معاهم اونلاين لو انت هتنزل اوفلاين، الناس اللي هي بتعرض مثلا على الفيسبوك فيديوهات او اللي بتعرض، لان ده بالنسبه لك هو الداتا بتاعتك، لان بالنسبه لك هم بيعملوا السبونسر بالنسبه لهم او الاعلانات بتاعتهم عن طريق الفيديوهات بتاعتهم وعن طريق البيدج بتاعتهم بشكل منظم باسلوب منظم ما يبقاش فيك. لان انا سهل جدا اعمل بيدج على الفيسبوك وانزل فيها شهادات تقدير وازود الفولورز بتاعي كتير جدا بنسبه كبيره قوي، وفي الاخر يطلعوا اجانب اصلا ما لهمش اي علاقه بالمحتوى اللي انا بقدمه، وفي نفس الوقت هعمل رياكتات على البوستات بتاعتي وانزل شهادات تقدير مضروبه ومزيفه وفيك وكل حاجه. فانا اروح للتشانل بتاعتهم على اليوتيوب اتفرج على الشرح بتاعهم، عجبني الشرح هبدا ان انا افكر فيهم، ما عجبنيش الشرح خلاص يا باشا شكرا، انا من الاول عرفت الدنيا بالنسبه لكم عامله ازاي، تمام؟ دي نقطه، ان انا اسرش عن كل اللي موجودين واعرف واشوف واقيم واشوف ناس حقيقيين اتواصل معاهم، اعرف الناس الحقيقيين دول منين يا باشمهندس عشان اتواصل معاهم. في ناس كتيره قوي ممكن تدخل على جروبات معادلات كليه هندسه او طلاب معادلات كليه هندسه، الناس دي بتبقى طلاب زيهم زيك، ناس اتخرجت من المعادلات قبل كده، تمام؟ فتبدا ان انت تنزل بوست حتى لو هتنزله مشارك بدون هويه علشان محدش يعرفك، وتبدا ان انت تقترح يا جماعه ادوني اماكن كويسه اعمل فيها المعادله، هتشوف والله لو نزل لك مكان 2 3 ابدا بقى ادخل اعمل اللي انا قلت لك عليه ده، تمام؟ ده رقم 1. رقم 2، مهم قوي ان انت تضمن حقك بنسبة 100% في المكان اللي انت هتروح تخبط عليه وتقول لهم يا جماعة انا جاي اعمل عندكم معادلة. ازاي؟ معظم الاماكن المحترمة، الاماكن اللي واثقة في نفسها بتقول لك كالاتي: حضرتك انت كطالب بتيجي تحضر عندنا اول محاضرة او اول محاضرتين، لما بتدفع الاشتراك بتاع المعادلة بتاعك بتحضر المحاضرة اونلاين او اوفلاين، وبتبدأ ان انت تقيم المكان، عجبك الشرح، عجبك النظام، عجبك المهندس اللي بيشرح لك، عجبك السيستم عامة، تمام، انت كده اقتنعت. طيب لو انا ما اقتنعتش، ليك الحق ان انت تسترد المبلغ بتاعك كامل متكامل وتاخد المبلغ اللي انت دفعته علشان ده حقك، لان انت ما عجبكش النظام، لان انت مش هتكمل فيه. في اماكن تانية بتقولك انت هتسترد نص المبلغ، في اماكن تالتة تقولك انت مش هتسترد حاجة خالص. فيبقى انا 100% المكان اللي هيضمن لي حقي 100% وهيديني حقي ويرجع لي الاشتراك بتاعي من اول محاضرة او من اول محاضرتين انا ما عجبنيش النظام،
تمام. فيبقى ليه المكان ده، ليه لا ان انا ما اقدمش فيه، او ليه لا ان انا ما ادخلش على ده وعلى ده وعلى ده واشوف الناس ديت فعلا اقدر اثق فيها ولا لا. فيبقى انت من اول ما تتكلم مع الناس اللي هي بتاعت المعادله او الاكاديميات، يا جماعه انتوا هتدوني حقي لو انا دخلت عندكم بدل انتوا واثقين من نفسكم، لو انا دخلت ولقيت الموضوع مش عاجبني هتدوني المبلغ اللي انا دفعته ولا لا؟ هتدوني الاشتراك بتاعي ولا لا؟ الموضوع هيفرق معاك جدا 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 جدا، لان انت كده دلوقتي بتختار المكان اللي المفروض بيحدد لك مستقبلك. بتروح تدفع فلوس كتيرة قوي في المكان ده، فانت لازم تبقى عارف انت رايح فين وهتسترد الفلوس بتاعتك ولا لا، ولازم تبقى واثق فيهم 100%، لان احنا عارفين ان في ناس كتيرة قوي على ارض الواقع عايزة تعمل من وراك سبوبة، واكاديميات كتيرة قوي عايزة تعمل من ورا حضرتك سبوبة. فيبقى انا ما اروحش في اي سنتر معادله بيعمل اعلانات وخلاص لمجرد ان في اعلانات، وشايف ان البيدج بتاعته كبيره، وفي نفس الوقت شايف ان في عنده كومنتات كتيره، وشايف عنده رياكتات كتيره وشهادات كتيره قوي بتنزل بشكل منظم، لمجرد ان انا شفت الهيلمان ده كله ان انا اروح اقدم عنده وادفع مبلغ قد كده، وفي الاخر اكتشف ان هم اصلا في الاخر نصبوا عليا وعملوا من ورايا سبوبه. والبيدجات او الجروبات بتاعت الواتساب، تلاقي الجروب عليه مثلا 1000 واحد والناس كلها بتتكلم فيه على سنتر معادلة معين بيسوق لنفسه بصورة شكلها كويس وبصورة شكلها ايجابي علشان انت تصدق فتروح تدفع، ففي الاخر تلبس في الحيط. لازم تضمن حقك من قبل ما تروح مكان زي ده. لازم ان انت تتفق معاهم على كل حاجة، وتشوف وتقيم بعينيك، وتشوف الشرح بتاعهم عامل ازاي، وتشوف المكان منظم ازاي، وتشوف هل انت فعلا بدأت تفهم من اول محاضرة وانت مرتاح نفسيا وحاسس ان انت هيطلع منك حاجة في المكان ده ولا لا. بصوا يا جماعة، اللقطة الاولى دايما هي اللي بتحدد الواحد هيكمل ولا لا. الموضوع ابسط ما يكون ان انت لو راح تشتري ب10 جنيه طعميه من واحد مقفل وشه كده وبص والدنيا مقريفه معاه، والطعميه بتاعته طعمها بص انت عمرك ما اكلت زيها، بس بيعاملك معامله زباله الزباله، اقسم بالله العظيم لو انت اخر واحد بيبيع طعميه وهموت عليها انا مش هاجي اشتري منك. لو هتبيعها مجانا مش هشتريها منك. واحد تاني ممكن يكون على قده بس بيتعامل معايا هات وخد، وقت ما ضحكته جميله في نفس الوقت لما اجي مثلا اطلب منه حاجه بيقف جنبي، لما اجي اطلب منه حاجه بيساعدني، لما ده هيفرق معاك. طبعا هيفرق معاك وانت كمان في مكان انت محتاج ان هو يشرح لك من تحت الصفر. انا بفرشك الكلام ده كله لان انت المكان اللي انت تدخله لازم يتعامل معاك بعقليه ان انت بتتاسس من تحت الصفر، ما بيتعاملش معاك بعقليه ان انت بقيت مهندس. انا داخل المكان ده بتعرض لمواد لاول مره في حياتي اتعرض ليها، حضرتك لازم تتعامل معايا من تحت الصفر من الاساسيات علشان ابقى فاهم انا داخل على ايه. انما تيجي تديني كورسات مكثفه وتقول لي هوب تدخلني في النار كده من الاول، انا حرفيا مش هتعرف تلمني، مش هتعرف تجمعنا على بعض، لان انا كنت جاي من اتجاه ودخلت في اتجاه تاني خالص. محتاج حد يفهمنا يا جماعه، محتاج حد يقف جنبي، محتاج حد يبقى كده كويس محترم معايا، يبقى امين معايا، يستأمن الشخص ده ويكون امين معايا، ده اللي يهمني. فانت اعمل كل اللي انا قلت لك عليه ده، ولو عرفت ان انت تاخد الموضوع اونلاين علشان توفر لنفسك وقت ومجهود، بلاش ان انت تنزل اوفلاين ومواصلات ساعتين 3 في اليوم ضايعين على الطريق علشان خاطر تروح تاخد في السنتر ولا حاجة. حاول على قد ما تقدر ان انت تسرش بنفسك. في اكاديميات قدامي متاحة قدامي بس انا مش هقول اسمائها دلوقتي، شوية ونتقل كده شوية لحد ما اتأكد 100% ان المكان ده كويس جدا، هتروح المكان ده هتستفاد منه اقصى استفادة. ولكن انا عايزك في اليومين الثلاثة اللي جايين دول تبدأ ان انت تدخل تشوف بعينيك. والله انا ممكن ادخل على تشانل يوتيوب خاصة باكاديمية معادلة الاقي الشرح ايه ده، ايه العظمة دي، انا فاهم جدا من اللي بتشرح ده. ممكن ادخل مكان الاقي فيه عشوائيه جدا، مش فاهم حاجه والدنيا تعبانه، وممكن يكون اسمه معروف والبراند معروف وكل حاجه، بس انا مش فاهم منك حاجه. والمكان اللي انت مش فاهم منه ده قد يكون يتوافق مع واحد تاني يفهم منه. ما انت حر، ما انت اللي هتختار المكان اللي انت عايز تروحه. اللهم اني بقول لك يعني بديك شويه افكار انت المفروض ان انت تعملها علشان خاطر لما تيجي تروح المكان وتختار المكان الصح يبقى انت فعلا حطيت فلوسك في المكان الصح اللي يطلع منه او ان انت تطلع منه باقصى استفادة ممكنة. لان الموضوع بقى بالنسبة لك فرصة واحدة 2025 اللي هي الفرصة الواحدة اللي القرار اللي اتطبق هذه السنة. فما تروحش مكان في النهاية تلاقي نفسك
بلوشي، زي ما ناس كتيره قوي حصل معاها، ناس كتيره قوي من اللي بتتكلم معاها حصل معاها الموضوع ده، وبيتصدموا في النهايه، وبيلاقي نفسه ضيع سنه في الفاضي وضيع فلوس في الفاضي، وكان بامكانه يستغل الموضوع ده في حاجه تانية، ولكن علشان ينضحك عليه، علشان محدش وعاه من الاول وقال له خلي بالك اعمل 1 2 3، في الاخر لبس. فانت يا ريت ما تحطش نفسك في الموقف ده، ادخل شوف بعينيك بدون مقابل، بدون جنيه واحد هتدفعه، يوتيوب بقى للسنتر، فيسبوك بتاع، واتساب، تليجرام، واشوف يا جماعة ما اشوفش بس البوستات اللي بتنزل زي شهادات التقدير والكلام ده، لا انا ادخل اشوف الشرح بتاعهم عامل ازاي، لان انا اللي عايزه منهم حد يشرح لي المنهج علشان هدخل امتحن فيه. شهادة تقدير انا ممكن ازورها وانزلها لك ومش هتاخد بالك، اجيب واحد وانجحه واعمل له شهاده تقدير في الدبلوم وهظبطها لك وهزورها لك وانزلها لك وانت هتصدق. بس انا ما يهمنيش ده، اكتر ما يهمني الماده العلميه اللي انا هاخدها منك هتديها لي باي اسلوب. وفي ناس تانية عندها بقى ثقة 100% في نفسهم، بيبقى معاه حاجة حلوة قوي، وده حاجة بتعجبني قوي لما انت كمان تيجي تتعامل معاهم، تعرف الشخص ده بيكون اصلا دبلوم صنايعي، يعني ليه شهادة نجاح من المدرسة بتاعته مختومة، ختم وزاري ان الطالب ده بالشهاده بتاعته نجح، الاستماره بتاعت النجاح. يا ريت حضرتك انت كمكان توريها لي، وفي نفس الوقت توري لي الشهاده بتاعته هو في كليه هندسه، او توري لي عمليه القبول بتاعته من المعادله لكليه هندسه، او الكارنيه بتاعه. يا سيدي مش هقول لك حاجه، الكارنيه بتاعه هو في هندسه لازم يطلع له كارنيه، توريهولي ما قبل وما بعد، وما تجيبليش واحد ولا اتنين. حضرتك بتقول انت عندك 70% كل سنه بيدخلوا هندسه، 70% يعني 70 واحد، لو قدم عندك 100 اديني كل سنه ل 70 واحد، يا عم اديني كل سنه 50 واحد عشان اثق فيك بنفس الاسلوب. يا عم اقول لك على حاجه، لو انت اديتني كل سنه بتخرجهم بيدخلوا 10 من عندك، وريهم لي كل سنه كدهوت من 2024 23 22 21 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 11، وريني بالترتيب كدهوت كل سنه بتطلع على الاقل كل سنه بسيستم واحد وباسلوب منظم كدهوت، مؤشر منتظم، بتطلع 10 بس من عندك، والله ان شاء الله يكون بيقدم عندك 1000. انا ما عنديش ادنى مشكله اطلاقا لو انت بيطلع من عندك 10 مؤكدين 100% ان انا هاجي اقدم عندك بدون تفكير. اكيد ان شاء الله ان انا هكون من ضمن ال10 اللي بيدخلوا هندسه دول. نسبه عبقريه، نسبه كويسه قوي، لان انا عارف، انا بقول لك هو عارف انه النجاح في المعادله بيكون صعب، مش مستحيل بس بيكون صعب. فان انت كمكان تطلع 10 كل سنه بيدخلوا هندسه فيما فوق، فيا باشا انا هاجي اقدم عندك وانا واثق فيك بنسبه 100%. تمام يا جماعه، مهم جدا الكلام ده، خطير جدا جدا بالنسبه لك. اتمنى ان انت تكون فهمت الفيديو كويس قوي، لانه هيفرق معاك قوي 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 قوي. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه تنزل حالا تشترك في القناه عشان يوصلك جديدنا اول باول. اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه اللي جايه، في امان الله، سلام.